16 مباراة في دور 32 توقعت 13 مباراة بشكل صحيح. والآن وصلنا إلى مرحلة لا يوجد فيها مكان للتعويض. اليوم سوف نقطع بالمتأهلين من دور 16، 8 مباريات، 8 ملاحم كروية فوق الميدان، نار وشرار وتكسير عظام. اليوم لم أعتمد على الأسماء أو التاريخ فقط، بل راجعت أداء كل منتخب طوال البطولة، جودة الخصوم، الأرقام، الحالة الفنية، ونقاط القوة ونقاط الضعف. وبعض توقعاتي قد تكون صادمة لفئة مشجعين كرة القدم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتنا في سلسلة أنا أقطع بالمتأهلين في كأس العالم في 26. اليوم دوري 16 في كأس العالم، 8 مباريات، 8 ملاحم كما قلنا، والقطع ماهوش باش يكون سهل. نبدأ بالمباراة الأولى، باراغواي وفرنسا. الكثير من صنفها مباراة تحصيل حاصل، ولكن كما نعرف باراغواي حتى الآن هي مفاجأة البطولة والحصان الأسود حتى هذا الدور. الكثير بل أكاد أقطع أن جل مشجعين كرة القدم يتوقعوا أن الباراغواي تستطيع الوصول إلى دور 16 والإطاحة بالمانشافت ألمانيا، لكنها أثبتت وبجدارة أنها تعرف كيفاش تربح المباريات. وكما نعرف المباريات تكسب ولا تلعب، خاصة من الناحية الدفاعية والانضباط التكتيكي. لكن الخصم الآن مختلف تماما عن ألمانيا، الديوك الفرنسية التي أكاد أجزم أنها المرشح الأول للفوز بكأس العالم في 26. أقوى هجوم في البطولة بدون منازع، ديمبيلي، مبابي، أوليسي، باركولا، ديزيري دوي وريان شرقي، وفي جميع الخطوط من أفضل اللاعبين في العالم. والسؤال يطرح نفسه، هل دفاع الباراغواي المنظم يكاد أو يستطيع أن يقف أمام هذا الطوفان الفرنسي؟ أكاد أجزم أنها ستتوقف رحلة الباراغواي إلى هذا الحد، وستمر فرنسا. ستكون مباراة صعبة للغاية، خاصة بالتكتلات الدفاعية للباراغواي، لكن أظن أن فرنسا سوف تتأهل إلى الدور القادم.